أهم المصطلحات الإدارية وأسماء المديرين بالإنجليزي الموجودين في كل الشركات لازم تعرفوها ولازم تشوفوا الفيديو النهاردة، هيفيدكم لو أنت بتتعلم إنجليزي أو عايز تحسن اللغة بتاعتك أو كمان حابب أن أنت تتوظف وتثبت نفسك كده في شغلك. فتابعوا معايا الفيديو للآخر. أهلا بيكم في إنجليش فلوج جديد مع دعاء، ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناة لازم أفكرك اشترك دلوقتي حالا في قناتي إنجليش فلوج وفعل الجرس كمان علشان يجيلك كل فيديوهاتي الجديدة وإنجليزي لكل يوم وفي كل المجالات. يلا حضر ورقة وقلم وكوباية الشاي ويلا بينا. أول حاجة خالص هنبدأ بيها President طبعا اللي هو رئيس الشركة، فبنقول President. اكتبوا كل الكلمات ورايا وقولوا انتوا كمان examples وأمثلة واكتبوها معايا تحت في الكومنتس. فبنقول President. البريزيدنت ده كمان بيكون ليه نائب اللي هو Vice President اللي هو نائب المدير، بيقولوا عليه كمان أحيانا VP كاختصار، يعني نقول VP. عندنا كمان Director. على فكرة الار في الامريكان اكسنت بيقولوها يعني ما بيكونش واضحة ار كده، لا بيقولوا ار تحسوا انتوا ألدغ شوية، فبنقول Director اللي هو المدير اللي هو بيكون في الشركة يعني. وعندنا طبعا كمان Manager كمان بتيجي بمعنى المدير، Manager. وعندك كمان Executive Officer وهو بيكون الموظف التنفيذي في أي شركة. أي حد عنده منصب تنفيذي في الشركة بنقول عليه Executive. فبنقول Executive Officer. سجلوا الكلام ده ورايا. طبعا دي الحلقة رقم 3 في سلسلة شرح كل حاجة ليها علاقة بالإنجليزي في مكان العمل أو في الشغل، فهسيب لك دلوقتي حالا البلاي ليست هنا في الآي، روح شوفها، شوف كل الحلقات الموجودة فيها عشان في مواضيع مختلفة أكيد هتفرق معاك إن شاء الله وهتتعلم منها. خلونا نكمل. هندخل بقى لمديرين الأقسام المختلفة في الشركة ونبدأ ب General Manager. الجنرال مانجر اللي هو المدير العام للشركة. وعندنا كمان Financial Manager ده مدير قسم المالية اللي هو Finance اللي هو قسم المالية، فبنقول Financial Manager. كمان عندنا HR Manager اللي هو مدير Human Resources فبنقول Human Resources Manager مدير الموارد البشرية. Human Resources ده قسم الموارد البشرية اللي هو ال HR Human Resources. ممتاز. كمان عندنا Marketing Manager اللي هو مدير قسم التسويق، فبنقول Marketing اللي هو قسم التسويق. كمان عندنا Sales Manager اللي هو مدير قسم المبيعات. Perfect. فبنقول Sales اللي هو قسم المبيعات. كمان هتلاقوا IT Manager دي اختصار ل Information Technology اللي هي رئيس قسم المعلومات والبيانات واللي علاقة بالكمبيوترز والسيرفرز والكلام ده كله، فبنقول IT Manager. كمان عندنا Production Manager اللي هو مدير قسم الإنتاج اللي هو Production. كمان هتلاقوا عندنا Personnel Manager. ايه بقى البيرسونال دي؟ بيرسونال اللي هي شؤون الموظفين، شؤون العاملين او شؤون الموظفين، فبالتالي البيرسونال مانجر Personnel Manager هو مدير شؤون الموظفين. ممتاز.
كمان عندنا project manager. project manager اللي هو مدير المشروع. وفي كمان assistant manager. assistant manager اللي هي بتكون مساعدة المدير أو مساعد المدير بشكل عام. فبنقول assistant manager. assistant manager. وفي كمان supervisor. supervisor اللي هو المشرف. وأعلى حاجة طبعا وهي CEO. CEO. CEO دي اختصار ايه؟ اختصار لي Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Chief Executive Officer دي طبعا قلتها لكم في الحلقة اللي فاتت. خليني اسيب لكم لينك الحلقة هنا دلوقتي حالا في الاي عشان يعني لو ما شفتهاش. ف Chief Executive Officer وهو الرئيس التنفيذي للشركة. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، وقلت لكم اهم المصطلحات الاداريه واسماء المديرين باللغه الانجليزيه في الشركات وفي الشغل بشكل عام. وكمان قلت لكم الاقسام المختلفه الموجوده في كل الشركات. لازم تعرفوا المعلومات دي، مهمه جدا جدا لاي حد بيشتغل او عايز يشتغل او بيحسن الانجليزي بتاعه وبيطوره. طبعا هيفرق معاكم 100%. ولو لسه ما اشتركتش معايا في قناتي انجلش فلوج، يلا اشترك دلوقتي حالا في القناه وفعل الجرس كمان علشان يجيلك كل فيديوهاتي الجديدة. واكتبوا لي تحت دايما في التعليقات حابين تشوفوا ايه عندي على القناة عشان ان شاء الله اشتغل عليه وتلاقوه عندي على قناتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك بليز. اشوفكم الفلوج الجاي. باي باي.